احسن واسوأ 3 لعيبه في ريال مدريد في ماتش امبارح قدام اتلتيكو مدريد، وده اول فيديو للسلسله الجديده اللي هنعملها بدايه من الماتشات الجايه لريال مدريد، فمحتاج منك تقول لي اسم ليها يكون مناسب. هشوف كل ارائكم تحت. خلينا نبدا باسوأ 3 لعيبه. في المركز الثالث فينلاند مندي، وحطيته في المركز الثالث لان الراجل نزل تبديل. الراجل ده لو كان بادئ من اول الماتش فانا متاكد ان هو كان هياخد مركز اول بجداره. المركز الثاني انا عارف ان في ناس مستنيه المهاجم بتاعنا، لكن المهاجم بتاعنا انا ما اقدرش اشيله اي مسؤوليه، مش عشان هو سنه صغير بس عشان الراجل لعبه حتى وينج يرجع يدافع ويغطي على فينيسيوس جونيور، فعلى الاقل كان ليه استخدام اكتر من راؤول اسينسيو اللي في المركز الثاني الفاضي دفاعيا. عارف ان راؤول اسينسيو لسه قدامه كتير، ولكن راؤول اسينسيو فعلا دلوقتي رجله مش ثابته في الماتشات الكبيره. غير الجول اللي جيب سوا وكان في كورتين تانيين ممكن يخشوا جول، كان زمانها 3-2 لاتلتيكو مدريد اصلا بسبب سوء الرقابه اللي هو عاملها على سورلوس. المركز الاول اكيد مش هنقف عنده كتير وخش على اللي بعده. احسن 3 لعيبه في ريال مدريد من وجهه نظري امبارح، وانا الصراحه كنت محتار ما بين كامافينجا وبلينجهام، بس هنديها لبلينجهام عشان انا ما كنتش متوقع منه ده. كامافينجا اداؤه ثابت اكتر من ماتش، وبرده كان ليه شويه غلطات كده في كام ميس باص. عارف ان في ناس كتير هتعترض على المركز الثاني، بس بجد كاريراس بالنسبه لي هو مش احسن صفقه في ريال مدريد، بس واحد من احسن اللعيبه في ريال مدريد امبارح. حقيقي في المركز الاول ما كنتش عارف احط الراجل المحترم ده ولا الراجل المحترم ده. الراي يرجع لكم انتم، مستني اشوف رايكم تحت، ونتمنى تكمل في النهائي.